تخيل أن ترى بعينيك ملائكة من السماء تحف برجل وتظله بأجنحتها. تخيل أن يذكر اسمك في الدنيا والآخرة. حلقتنا اليوم في شخصية مؤثرة عن صحابي جليل لقب بظليل الملائكة. هو عبد الله بن عمرو بن حرام، أحد الأنصار 70 الذين بايعوا الرسول يوم بيعة العقبة الثانية، واختاره النبي نقيبا على قومه بني سلمة، وكان ملازما لرسول الله في المدينة، واضعا نفسه وماله وأهله في خدمة الإسلام. شهد عبد الله غزوة بدر وقاتل قتال الأبطال. وفي غزوة أحد أحس عبد الله أنه لن يعود من الغزوة، فنادى على ابنه جابر بن عبد الله وقال له: إني لا أراني إلا مقتولا في هذه الغزوة، بل لعلي سأكون أول شهدائها من المسلمين، وإني والله لا أدع أحدا بعدي أحب إلي منك بعد رسول الله، وإن علي دينا فاقضي عني ديني، واستوصي بإخوتك خيرا. وقاتل في غزوة أحد حتى سقط شهيدا. وبعد المعركة أخذ المسلمون يبحثون عن شهدائهم، وذهب جابر يبحث عن أبيه ووجده بين الشهداء وقد مثل المشركون به. ووقف جابر وبعض أهله يبكون على شهيدهم، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع أخت جابر تبكي، فقال لها: تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. ويقول جابر: لقيني رسول الله فقال: يا جابر، ما لي أراك منكرا مهتما؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا وعليه دين. فقال رسول الله: ألا أخبرك أن الله كلم أباك كفاحا، أي مواجهة ليس بينهما حجاب؟ فقال: يا عبدي سلني أعطك. فقال: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيا. فقال الله له: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله: يا رب أبلغ من ورائي. فأنزل الله تعالى قوله: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبعد مرور 46 سنة على دفنه، نزل سيل شديد غطى أرض القبور، فسارع المسلمون إلى نقل جثث الشهداء، وكان جابر لا يزال حيا، فذهب مع أهله لينقل رفاة أبيه عبد الله ورفاة زوج عمته، فوجدهما في قبرهما نائمين كأنهما مات بالأمس، لم يتغيرا. كانت هذه لمحة من حياة عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الذي بقيت سيرته خالدة كرمز للشجاعة والإيمان. ألقاكم في حلقة قادمة مع شخصية جديدة مؤثرة. دمتم في أمان الله. كنت معكم أنا مروى صالح.